لو اليوم بتاعك بيعدي من غير ما تحس بأي إنجاز، مش قادرة تنظمي وقتك ولا حياتك ولا تفاصيل يومك، حاسة دايما بتشتت وتوهان، وعلى طول ماسكة الموبايلز وريلز ورا بعضيها شغالة سكرول. طيب يبقى الفيديو ده ليكي. عايزة أقولك تعالي انضمي معانا في نادي المؤنسات، الصحبة الصالحة اللي هتشدك من إيديكي لبداية جديدة وحياة جديدة منظمة ومنجزة ومنضبطة ومليانة سعادة وراحة وصلابة نفسية ودعم. يعني من الآخر الحاجات كلها اللي ناقصاكي ومحتاجاها إن شاء الله هتلاقيها في نادي المؤنسات. طيب إيه اللي بيكون في نادي المؤنسات معانا؟ هيكون في جدول تنظيمي شامل ومتوازن لكل جوانب حياتك، سواء في الجانب الصحي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب الروحاني، في الجانب التطويري العلمي العملي، يعني جدول شامل وكامل. مش هتحتاجي تفكري هعمل ايه او ايه الخطوة اللي محتاجة اعملها دلوقتي. متابعة يومية وتشجيع مني، يعني مش هسيبك لوحدك. رسائل تحفيزية علشان تشحن طاقتك. نمط صحي متوازن سواء في أكلك في شربك في نومك في راحتك. بننزل كمان تحديات علشان نكسر الملل. ده غير ان كل يوم بينزلك عناية شخصية بمنطقة معينة في جسمك، وكل حاجة إلزامي انك تطبقيها معانا. يعني مفيش أي مجال للتسويف أو انك تركين الحاجة، لأ ده إلزامي انك هتعملي الحاجة، وأنا واثقة انك هتقومي تعمليها بكل حب وسعادة. هتلتزمي بصلاتك بعباداتك بذكر الله. هتحسي انك حد مشحون روحانيا جدا، غير ورد القرآن اليومي بتاعك. يعني صحبة صالحة كده تخليكي في محيط إيجابي. ده كمان غير المحاضرات الأسبوعية اللي بتنزل بشكل متوازن ومتكرر، ودي محاضرات قيمة جدا بمثابة كورسات، كمان مع تدريبات عملية بنطبقها فورا مع بعض. وما تنساش التقييم الأسبوعي لكل الحاجات اللي احنا عملناها خلال الأسبوع. وفي نهاية التحدي الملتزمات ليهم مكافآت حلوة جدا. عايزة أقولك إن الرحلة دي معمولة مخصوص علشانك. هتطلعي إن شاء الله في النهاية في آخر التحدي شخص أقوى، حد منظم جدا، حد منجز، وكمان ثقتك في نفسك عالية. لو حابة تنضمي معايا في الرحلة هسيبلك اللينك في الديسكريبشن أو في أول تعليق مثبت. ما تنسيش تحجزي لأن العدد محدود جدا علشان المتابعة اليومية. وما تنسيش تاخدي خطوة، لأن والله العمر